بكل أسف ممكن يتم استبعاد أهم لاعب من فريق النادي الأهلي والسبب مفاجأة. بس قبل ما نكمل تفاصيل الخبر، لو انت من محبي النادي الأهلي اضغط لايك لنعرف كم عدد محبي النادي الأهلي. تضاءلت فرصة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من اللحاق بمواجهة بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر نسخة 21-22. ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني نظيره بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مساء الاثنين المقبل في نهائي كأس مصر على ملعب القاهرة الدولي. وبات طاهر محمد طاهر لاعب المارد الأحمر قريب من الغياب عن مواجهة الفريقين المرتقبة لعدم جاهزيته من إصابة العضلية. وتعرض طاهر للإصابة العضلية والتي تسببت في غيابه عن مباراتي فريقه الأخيرتين أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا وغزل المحلة بالدوري العام. ولم تكتمل جاهزية اللاعب وسط رغبة من جانب الجهاز الفني في منحه وقت كافي من الراحة قبل عودته للمباريات خوفا من تفاقم الإصابة. ومن المنتظر أن يستأنف المارد الأحمر تدريباته اليوم السبت باستاد مختار التتش بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس الجمعة. وبكده نكون انتهينا من الخبر، ولو انت أول مرة تشوف القناة يا ريت تشترك فيها وتفعل الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد مننا، وبنشكرك على حسن المتابعة. يلا كورة.